انت لو بصيت في التيم السنه دي هتلاقي فيه اكتر 4-5 عناصر جديده جوه الفريق كل خط. تمام؟ ما فيش تجانس، ما لعبوش مع بعض. الدوري ماتش ويقف، ماتش ويقف، ماتش ويقف. يعني انا مثلا انت لو جيت مثلا لميدو وعمرو زكي وشيكابالا مثلا 3 ماتشات ورا بعض واتفاهموا مع بعض جدا لان هم ما لعبوش مع بعض قبل كده، باستثناء ميدو وعمرو زكي بعض الاوقات اللي كان بيلعبوا فيها في منتخب مصر. صح؟ الموضوع هيتغير تمام. طب ما برضه يا باشا، ما احنا عملنا فترة اعداد في سويسرا وعملنا من شهر فترة اعداد في دبي، ده مش كفيل بالتجانس؟ مين احسن فرقة عملت فترة اعداد واحسن فرقة في مصر دلوقتي؟ الاهلي مثلا. اول ماتش او اول ماتشين من كل سيزون بيبقى وحش. صح. بس مش انا رايي كده يا جماعه. انا بقول رايي. واحنا معاك والله رايك، يعني دي كل احترام، بس هو احنا فعلا محتارين، مش عارفين فين السبب. يعني احنا مش عارفين بقى اللعيبه، مره شويه نقول لعيبه وشويه نقول جهاز وشويه نقول اداره. يعني دي حاجه جديده اللي هو فعلا ممكن تكون تجانس. انا شايف كده، انا ده رايي. انا شايف ان الزمالك لو لعب 3 ماتشات متواصل الرابع هيبقى موضوع تاني، واعتقد ان هو الرابع هيبقى ماتش الاهلي. طبعا، بس هو يعني دلوقتي في فتره توقف كبيره قوي، دي ممكن تاثر علينا بالسلب ولا ايه؟ هي مش هتأثر عليها بالسلب، بس هي في مثلا انا في حاجه برضه بتضايقني ان انت يمكن عندك برضه لعيبه جوه نادي الزمالك ما خدتش مكانها في المنتخب الفتره اللي فاتت، فممكن توقع نفسيا. يعني واحد زي احمد مجدي ماله بطيء، ايه بطيء؟ مش مقتنع بكلمه بطيء بصراحه. انت طب بما اننا يا باسم جينا على المنتخب بقى، انت شايف ايه في اختيارات الكابتن حسن شحاته؟ طبعا في علامات استفهام كتير على كذا لعيب. يعني احنا نيجي نقول لعيب ما بيشتركش ولعيب ما بيلعبش ولعيب مصاب. طب ما يعني زي مين يا باسم؟ عماد متعب. زي عماد متعب وزي محمد شوقي، ده ما بيلعبش وده لسه راجع من اصابه. صح. وعبد الله يعني مش عارف شيكابالا ما اتاخدش ازاي. يعني معلش مش هتكلم انا زملكاوي، انا والله العظيم ما هتكلم انا زملكاوي. شيكابالا ده ما اتاخدش ازاي؟ انت محتاج 3 اجوان. بس شيكابالا يعني عشان بقاله فترة يمكن مثلا قاعد او كده، يعني بقاله محمد شوقي بقاله فترة قاعد ما بيلعبش. عماد متعب ما بيلعبش. ايه مش ماتش لعب ولا شوط لعب ولا عمل ايه؟ على فكرة في انفراد لعماد متعب، الكرة اللي رقص بيها الجول وخدها منه دي اصلا لعبة عماد متعب. عماد متعب جاب باللعبة دي اكتر من 10 جول مثلا. انا حافظ اجواله كويس يعني، بس هو على الدوري انا بيعجبني، مش بيعجبني عماد متعب. دي لعبته اصلا ان هو ما يعرفش يلم الجون في حركه زي كده. لا دي اللي تشوق لعماد متعب. مفيش مرونه لعماد متعب، مفيش رؤيه للمرمى لعماد متعب، ما ينفعش. فانا بس انت جيت على حته صح، يعني ان هي الحته دي بتاعت عماد متعب وهو ما جاتهاش في الماتش ده، فمعنى كده ان هو مش فورمه. انا شايف مش فورمه خالص. طب انت شايف لو شلنا عماد متعب كان مين الفرود اللي في مصر ممكن يحقق مكانه؟ يا فندم؟ ان لو شلنا عماد متعب بالمنتخب دلوقتي مين فرود في مصر حقق مكان عماد متعب؟ ميدو. طب ما هو ميدو برضه مش مكتمل لياقه. ما احنا بص احنا بنسال يعني احنا بنتكلم وبنسال مع بعض، يعني بنتناقش مش اعتراض على ميدو في دبي، ميدو في اخر ماتش. لا ميدو مش مطلق. ميدو ما كانش تحت صانع العاب في اخر ماتش. ميدو لو كان معاه شغاله في اخر ماتش كان عامل ماتش ما حصلش. انا معاك صح، واحنا معاك والله في رايي دايما. طب عبد الظاهر السقا توقعاتك ايه؟ مفاجاه؟ عبد الظاهر السقا عارفه انا يعني كنت قاعد مع اصحابي، مش هتصدقيني، كنت قاعد مع اصحابي مثلا قبل ما يختار المنتخب ب3 ايام وقلت اسم عبد الظاهر السقا. انا ما حدش تخيل. اللي كانت قاعده والله العظيم كانوا بيضحكوا عليا. ايوه فعلا ما حدش يتخيلها اصلا. ما هي كانت مفاجاه نهائي يعني. بس انا برضو كنت عارف ان غير احمد مجدي ماله خبره يمكن. احمد مجدي مش خبره. معتصم سالم بتالي هم نفس الموضوع صح؟ اعتقد ان مثلا حد زي معتصم سالم برضه ما خدش خبره زي لا هو ولا احمد مجدي. يمكن معتصم سالم اهو يمكن كان مع المنتخب شويه بس متهيألي ما لعبش يعني. وعندنا الباك الشمال علامه استفهام بجد. انا الباك الشمال ده محتار فيه. بفكر فيه كتير. مش بصراحه مش شايف له حد. مش لاقيين له حد بالظبط. بجد الباك الشمال ده مش لاقي له حد خالص. توقعاتك ايه بس للمنتخب؟ وانا اتمنى ان احنا نجيب 3 و4. اتمنى، بس هو احساسي ان هو الماتش هيخلص 2. هيخلص 2 هيبقى في فيصل. واعتقد ان احنا في الفيصل هنكسب باذن الله، ان احنا لما نتحط تحت ستريس بنكسب ان شاء الله. انا بشكرك يا باسم على اتصالك جدا واتمنى انك تتواصل معانا على طول. عايزين بقى كل حلقه اتكلمنا ان شاء الله.
يعني ان شاء الله انا اسف لو كنت قلت عليكم. لا بالعكس احنا سعيدين بمكالمتك. ان انا معاكم ويا رب يوفقنا كده والزمالك بقى يعني كده صح اكتر، نبقى مش 30 دقيقه بس، احنا نبقى 60 دقيقه الزمالك نتكلم ونبارك له في كل البطولات ان شاء الله. امين يا رب يا رب ان شاء الله. ومسكين مكالمتك جدا. اسكندريه بقى تسالوا عليا. شكرا يا باشا. ان شاء الله يا باشا. مع السلامه. مع السلامه. باي باي. انا بشكر باسم جدا على اتصاله ده، وبشكر كل الناس اللي اتصلت بينا النهارده، بجد شرفونا يعني، وبشكرك برضه يا ليلى. ميرسي يا مصطفى. انا كمان بشكرك وبشكر باسم وبشكر نرمين وساره واحمد وكل الناس اللي اتصلوا، عشان انا خايفه اكون نسيت اسم منهم. وبنشكر رنا طبعا. طبعا احنا كده خلاص في نهايه حلقتنا. هنستنى تليفوناتكم برضو يوم الخميس الجاي، هنقول لكم قبلها برضو الميعاد. لو في حد يا جماعه معترض على الميعاد علشان وقته متاخر ابعتوا لنا قولوا لنا، احنا ممكن نسجل في الميعاد اللي انتوا عايزينه. يعني اهم حاجه تكونوا انتوا معانا ومتواصلين معانا. احنا كنا مبسوطين جدا يا مصطفى النهارده بصراحه بالاتصالات اللي كانت معانا دي، ونشوفهم في حلقه جديده. وميرسي يا مصطفى. ميرسي يا ليلى. باي.